طيبين ويا رب يعود عليكم الايام بالف خير يا اخواتي، بتمنى لكم كل الخير والتوفيق. نصلي على الحبيب بقى ونشوف النهارده كنا عملنا ايه في الروتين ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي رسول الله. زي ما انتم شفتوا كده في البدايه كنت ايه اليوم هقول لكم كان ماشي ازاي. الاول انا في الروتين ده كنت بعمل حاجات بس ما صورتهاش، يعني توضيب الدولاب ومش عارفه ايه وكده. وبعد كده ايه ببص في الساعه لقيتها كام، لقيتها كانت 7 كده. فجوزي كان لسه بقى ما جاش من الشغل وكده، فانا قلت ايه آه، افك بقى الستاير وافك فرش الانتريه واطبق الغسيل اللي عندي وما اقعدش، لان انتوا عارفين طبعا ان مفيش وقت خالص، فبستغل الموقف بس. فتشجعت بقى والحماسه والتشجيع خدني ان انا اكمل يعني وكده التنظيفات. مع ان اليوم ده كنت نزلت الدولاب كله بتاع اوضه النوم عندي، رتبته ونفضته ولمعته ونضفت الاوضه خالص. بس برضو اللبس ده يعني ايه، نزلت جبت حاجات وطلعت، فقلت لا ادم يعني لسه قاعده كده ومفيش حاجات مستعجله عليها، اخلص اللي ورايا. بس رحت ماسكه بقى الغسيل، طبقته ونشرت الغسيل اللي عندي وحطيت غسيل في الغساله اللي هو الكفر ده، يعني شلته وحطيت الكفر دون وظبطت الدنيا كده زي ما انتم شايفين. طبعا ايه انا ببتدي ان انا يعني خلاص ببتدي ان انا افنش، يعني انا حاليا دلوقتي بكلمكم كده هقوم اصب بقى الحمام وهوريكم اليوم ماشي ازاي. يعني برضو النهارده يعني كل يوم من يومي بسجله وبنزله لكم تاني يوم بس كده. فابتديت بقى ده تاني يوم بالليل، يعني انا لحد هنا وكان بقى خلاص يعني جوزي جه وكده. وانا لما جوزي بيجي ما بعرفش اعمل حاجه بقى، اللي هو غرق الدنيا والدنيا ليل والجو هيبقى ساقعه و... وهنضايق بقى ومن كده. يعني ايه من الاخر، يعني لما بيكون في تنظيفات او حاجه ما بعملوش وهو قاعد، بعملها ايه وهو مش موجود. فلما طلع رحت سايبه كل اللي في ايدي وحضرت العشاء ولميت الدنيا، وتاني يوم كملت بقى، لان انا كده كده اصلا كنت بادئه اليوم من اوله يعني. هنا كان تاني يوم بالليل برضو، يعني انا اليوم ده كنت نزلت وعملت حاجات واشتريت حاجات ومش عارفه ايه وكده. ولما طلعت قلت بقى خلاص هغسل السجاده انا عايزه اغسله بقالي فتره، بس كل ما اجي اغسله يا ولاد اكسل جدا، مش عارفه ليه. المهم يا ولاد، لو ما حطيتوش اللايك الجميل حطوا اللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان التفاعل، يعني بصوا تفاعلوا معايا اكتر من كده وشاهدوا روتين اكتر من كده. انا طبعا عارفه بشكر جدا كل اخواتي في الله اللي بيكتبوا لي كومنتات وبيدعوا لي ويوميا لما بنزل روتين. اول ما بنزله بصراحه اللايك الجميل بتاعكم بيبقى سابق ان انتوا تشغلوا حتى الروتين وتسمعوه، تبقوا حاطين لي اللايك. طبعا دعمكم ليا بيوصل لي وببقى شايفاه وشكرا جدا ليكم طبعا. لكن انا بتكلم على اخواتي الامارات اللي يعني حتى نصلي على النبي في الكومنتات، الكومنت بيرفع معايا الروتين، اللايك بيرفع معايا الروتين، علشان انا بتعب جدا جدا في روتيناتي. ف يعني ربنا وحده اللي يعلم انا بتعب قد ايه في الروتين اللي انا بعمله ده، اللي هو بينزل لكم 10 دقايق انا ببقى شغاله عليه ساعات، وتصوير ومونتاج. انا مش بنزل الفيديو كده كمان بس، ده انا بقعد امنتج عشان يعني انزل حاجه اكون بحترم فيها نفسي وبحترم يعني علاقتي ما بيني وما بين ربنا، وبحترمكم انتوا كمان. فبحترم العقليات النظيفة. لازم امنتج حاجة تكون كويسة، يعني مش ان انا اصور وانزل على طول يعني. طبعا ده كله بياخد معايا وقت، فلكل مجتهد نصيب. وهنا تقريبا كنت رايحة، مش عارفة كنت بعمل ايه مش فاكرة. المهم فلكل مجتهد نصيب، وانا بجتهد وعارفة ان ربنا هيدينا على قد اجتهادي، حتى لو دلوقتي مش باين ومش واضح اي ملامح خالص للقناة، وبقالي سنه ونص شغاله عليها. انا عارفه ان ربنا هيكرمني فيها. يعني عايزه اقول لكم على حاجه، لما بتيجي تحصل معايا حاجه او بتضايقني حاجه او بشتغل على حاجه وما بلاقيش الناتج، وبيأس من كل المحاولات اللي بعملها، بس ما بيأس من رحمه ربنا. رحمه ربنا كبيره جدا. لازم نكون عندنا يقين ومش بالكلام، يعني عندنا يقين احساس وفعل ان كل حاجه لو نيأسنا فيها كبشر فموجود رب البشر ان هو يقدر يقول للشيء كن فيكون. فانا دلوقتي بشتغل على القناه، باخد بالاسباب وبعمل اللي عليا، مستنيه بقى تدخل ربنا يعني.
معجزة كده يتعجب لها اهل السماوات في الارض، في القناة وفي حياتي وفي كل حاجة بتمناها. مستنية المعجزة الجميلة اللي هتجيلي من عند ربنا. فيا رب يسعدكم جميعا. هي الحياة عايزة شغل وعايزة مجهود وعايزة الحياة يعني. بصوا الحياة، بصوا تعب جدا يعني. ربنا يعيننا على حياتنا. هنا بقى بقول لكم ان انا ما بصورش معاكم بوشي يعني، ما يغركوش وشي كده. انا وشي ده متبهدل جدا يعني، اقسم لكم بالله لحد دلوقتي انا بهرش في وشي كانه حيطه كده. مش عارفه، انا داخله في العشر ايام كان عندي سخونيه داخليه، والسخونيه الداخليه دي طفحت حراره وشي كله ملتهب بالتهاب شديد جدا. يعني ملتهب لدرجه ان انا فعلا انا بهدلت وشي، مش عارفه ايه السبب، بس الحمد لله. فكنت بظهر معاكم شويه وشويه لا يعني. عشان ما تتخضوش، ده هو سبحان الله مش باين في التصوير خالص. وشي مش باين في التصوير، لكن ده وشي ملتهب ملتهب يعني. وانا من الهرش بقى اليومين دول عمل خرابيش وكده. الله الموفق والمستعان. النفسيه انا بصوا، محدش عنده حياه جميله. كل واحد لازم يكون عنده حاجه كده منغصه عليه حياته. هي الدنيا كده، وخلقنا الانسان في كبد. وبصوا يعني دي فعلا دار هلاك. فعلا والله العظيم دار الهلاك، الدنيا دي دار هلاك. فيا رب يصلح حالنا جميعا اللهم امين. محدش مرحوم من التعب، محدش مرحوم من المشاكل، محدش مرحوم من الضغوطات. بس بنحاول بقى ان احنا نحس مثلا باجواء رمضان، نطلع من اللي احنا فيه شويه، نحاول نظبط حياتنا شويه، نحاول نرضى بالمقسوم. الرضا بالمقسوم عباده. حاجات كتير قوي والله الواحد بيحاول يعملها. يا رب يعيننا على حالنا، ويا رب يصلح حالنا جميعا، ويا رب يهدي سركم جميعا اللهم امين. وانا معاكم. ويا رب يا رب يرزقكم جميعا بالذريه الصالحه، وانا معاكم برضو. بدعيلكم وبتمنى اي حاجه يكون لكم اجر فيها ربنا يكتبها كمان من نصيبي. يعني انا بتمنى الخير لغيري عشان الخير يجيلي. لازم نتمنى الخير لغيرنا، ولما نيجي ندعي لينا ولغيرنا. يعني عارفين دعاء الجماعة ده بيفرق كتير. فبحب ادعيلكوا دايما يا رب يستر بناتنا اللهم امين، ويستر شبابنا ويصلح حال شبابنا وبناتنا يا رب اللهم امين، ويصلح حالكم يا اخواتي. بتمنى لكم كل الخير والله العظيم. لما بلاقي دعاء اي حد من اخواتي بيكتبولي، حتى لو فرد واحد بيدعيلي في القناة، بحس ان مجهودي ما بيروحش على الارض. حب الناس دون، وان انا احس ان انتوا بتحترموني وبتقدروني وبتدعولي، والله العظيم دي نعمة من عند ربنا. حتى لو انتوا عدد قليل، دي نعمة كبيرة بسطاني جدا جدا جدا. نعمة لما بكون متضايقة او زعلانة بزعل شديد وابص في كومنت بيهون عليا ومش بيهون عليا عشان القناة تبتدي تشتغل او قناة زادت مشترك او ايا كان، لا. العدد عندي الكبير بيبقى اقلية لو بحس ان العدد الكبير ده في ناس كتير مش حلوة فيه. لكن لما بحس العدد القليل ده الناس كلها محترمة واخلاق، بحس ان فعلا ربنا راضي عليا ان كرمني باخوات محترمين وبيتمنوا لي الخير. يا رب يسعدكم والله، وبتمنى لكم الخير زي ما بتتمنوا لي واكتر. يعني انا ببقى عاجزة عن اي شكر ممكن اقوله لكم او اتكلم عليه. ما بقاش عندي اي كلام ممكن اقوله ليكم من كتر ما انا حاسه ان انتوا دعائكم ليا واحترامكم يعني تقدير منكم كبير جدا ليا. فشكرا جدا لاي حد بيقدرني واي حد بيدعي لي واي حد بيتمنى لي الخير. يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، ويعطيكم الصحه والعافيه دايما، ويخلي لكم اهاليكم ويبارك فيكم في عمركم اللهم امين. طبعا انا بتكلم معاكم سايبالكم الفيديو تشوفوه، يعني ايه، بحب ادردش كده، بحب افضفض معاكم، وفي نفس الوقت تشوفوا الروتين زي ما انتوا شفتوا كده. انا اتغرقت اليوم. انا اصلا كنت طالعه من تعب شديد، يعني كنت تعبانه جدا، وما كنتش وكنت اتاخرت فعلا في تنظيف وحاجات رمضان. فاليومين اللي فاتوا دول انا ضغطت على نفسي، بقيت اعمل كذا حاجه عشان انجز الوقت طبعا، وافرش واصور وانزل قبل رمضان. ف فلما خلصت الروتين ده تعبت تاني، جالي برد وتكسير جسم وكده، وخدت برشام والحمد لله بقيت كويسه. واستعديت بقى ان انا كده اكمل بقية تنظيفات رمضان، وهفرش معاكم زينة رمضان طبعا.
هعمل اجواء حلو وفرش حلو في المطبخ كمان ان شاء الله باذن الله كده. يوم كده هنقضيه عند ماما برضو في المطبخ عشان نغير المكان ونصور هناك. اتمنى اللي مشتركش في القناه يا ولاد يشترك. لو انت لسه بتشوفيني اشتركي في القناه، ان شاء الله قناتي هتعجبك. بنشجع بعض بس مش اكتر. واللايك الجميل لو الروتين عجبكم. دعوه حلوه بقى لاختكم بجد، يعني انا اليومين دول محتاجه ان انتوا تدعولي 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 جدا. ادعولي بتيسير الامور وسرحان الحال، يعني دعوة 40 مستجاب. بالله عليكم تدعولي بتيسير الامور وسرحان الحال وراحة القلب، يعني ربنا يريح قلوبكم جميعا يا رب. لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم ان انتوا بتكملوا معايا روتين. يا رب يسعد قلوبكم جميعا وكل سنة وانتوا بألف خير. انا هنا ما كنتش كملت معاكم التنشيف وكده زي ما بعمل في اي روتين سجاد. انا كنت غسلت السجاد، يعني خلاص انا بفنش كده، بفنش السجاد. لكن شديت المية مع نفسي لان كانت هدومي مبلولة جدا، وكنت كنت حاسه ان انا يعني خدت برد في معدتي، انا مش قادره اكمل الروتين. يعني هنا كنت بفنش ان انا مش قادره اكمل الروتين اصلا، لان انا كان عندي برد وسقعانه وقمت غسلت فسقعت اكتر. بس قلت هكمل، يعني هكمل بقى عشان السجاد ده كان نحس معايا مش راضي يتغسل خالص. غسلت السجاد ومشيته كل حاجه. دلوقتي برضو هقفل معاكم والله موفق والمستعان، هقوم اكمل بقى تصوير. انتظروني الفتره اللي جايه هنزل لكم حاجات